انشغالنا جميعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كابتن ميزو حبيب بابا الأمور رجع يلعب تاني في سلك النور. تعالوا نشوف هو قال ايه وعمل ايه بالظبط. يلا بينا. اهلا يا عم. تشرب حاجة ساعة لو سمحت، وعندك واحد شاي بحليب. العالمي كان طالع في بودكاست مع مجموعة شباب دمها خفيف جدا، وانا بحب اتفرج على البودكاست بتاعهم دايما، اسمه اشتري مني. انا اعرف منهم عبد الرحمن محمد ومتابعه على طول. يعني الحلقة في منتهى الجمال وفي منتهى خفة الدم، وميدو قال شوية ذكريات ليه مع المنتخب وشوية ذكريات مع اللعيبة في منتهى خفة الدم والجمال. لكن في وسط خفة الدم دي في شوية معلومات وكلام اتقال ما عداش على ودني وعايز اعرضه عليكم. تعالوا نسمع كابتن ميدو قال ايه ونخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. مصر بلد في الكوره كان فيها ظلم غير طبيعي، بالذات في الثمانينات والسبعينات. يا ساتر يا رب، ظلم جامد ليه كده؟ احكي لنا يا كابتن ميدو، احكي لنا ايه الظلم اللي في الكوره المصريه في الثمانينات والسبعينات، احكي لنا. من اكتر البلاد اللي فيها ظلم في الكوره، وعلى فكره مش لصالح يعني لصالح الاهلي اكتر طبعا. هو كابتن ميدو لما بيتكلم عن الظلم في الكوره المصريه في الثمانينات والسبعينات كان عايز يقول ان الظلم ده كان للانديه التانية، وانما الاهلي والزمالك مستفيدين بيه. فهو بيتكلم كان لسه هيقول ان الظلم ده مش لصالح الاهلي بس، ده لصالح الاهلي والزمالك. بعدين حس ان الكلمه هتطلع من لسانه وجمهور الزمالك هيقطعوا عليها، فخاف وقال لك لصالح الاهلي اكتر طبعا. طب تعالى يا كابتن ميدو نفهم منك ايه الظلم اللي كان بيحصل لصالح الاهلي اكتر طبعا زي ما انت بتقول. الزمالك ما بيقطع كوارشي، ده كان بيجروا وراه يمسكوه، ما فيش حد بيشوط الكوره نص ما بتخش جون، راحوا ملاغين المحترفين في مصر. والله العظيم. حلو. كابتن ميدو هنا بيحكي حكايه كوارشي المحترف بتاع نادي الزمالك. انا جايب لك جزء بس من الحوار احكي لك بقى اللي هو قال. ميدو بيقول ان الزمالك جاب المهاجم الغاني كوارشي في نفس الوقت اللي النادي الاهلي جاب فيه المهاجم الغاني برضو جورج الحسن، وبيقول ان جورج الحسن ما لعبش مع الاهلي وقعد موسم وعي ومشي، انما كوارشي تألق ونجح مع الزمالك وخرب الدنيا وكان مهاجم مكسر الدنيا. فلما اتحاد الكرة لقى كده راح مطلع قرار كده من نفسه انه هيلغي المحترفين عشان الزمالك عنده محترف قوي انما الاهلي ما عندوش. الحقيقه ان الجملتين دول فيهم بتاع 10 15 20 غلطه كده اهوت، انا اقول لك عليهم. مبدئيا الاهلي تعاقد مع جورج الحسن في موسم 82 83، ولما جه فضل قاعد دكه لمحمود الخطيب وما لعبش كتير، ولما اللعيب لقى نفسه بعد الموسم ده ما بيلعبش كتير راح ماشي وسايب النادي وهربان، وكان وضع طبيعي انه في الاهلي مش هيلعب اساسي على محمود الخطيب، ده امر منتهي مش هنتكلم فيه. طيب الزمالك بقى تعاقد مع كوارشي في موسم 83 84، يعني بعد جورج الحسن ما مشي من الاهلي، يعني بعد الموسم اللي الاهلي تعاقد فيه مع جورج الحسن. ده اول جزئيه. الجزئيه الثانيه، كوارشي مع الزمالك كان مهاجم تقيل جدا والزملكاويه كانوا بيحبوه جدا في الوقت ده، لان كوارشي اول ما جه سنه 83 84 الزمالك رجع ياخد الدوري بعد ما كان غايب عنه 6 سنين، والزمالك قدر ياخد اول دوري ابطال افريقيا ليه. حلو الكلام، حلو. احنا معترفين ان كوارشي كان مهاجم جامد، واحد من الافارقه التاريخيين اللي جم في الدوري المصري. قرار الغاء المحترفين ومنع اللعيبه الاجانب من اللعب في الدوري المصري صدر سنه 86 87، يعني بعد ما كوارشي لعب مع الزمالك حوالي 4 مواسم. كوارشي خد مع الزمالك في ال4 مواسم دول دوري ودوري ابطال افريقيا فقط، في حين ان في الفتره دي الاهلي خد الدوري 4 مرات، خد بطوله افريقيا مرتين، والزمالك معاه كوارشي والاهلي مش معاه محترفين مهاجمين اجانب. فمنين حضرتك بتقول ان ظلم وقع على الزمالك بقرار منع محترفين الاجانب، ومنين كوارشي ده اصلا لعب 4 مواسم مع الزمالك ما خدش فيهم غير دوري ودوري ابطال افريقيا مره واحده، والاهلي كان واخد الدوري 4 مواسم وخد بطوله افريقيا سنتين، او ما يعتبرش خد بطوله افريقيا سنتين لان الاهلي كان واخد دوري ابطال افريقيا سنه 82 و86، يعني منهم مره قبل ما كوارشي يجي الزمالك. بس خلينا في ال4 مواسم اللي كوارشي لعبهم مع الزمالك، خد فيهم الدوري كم مره عشان اتحاد الكوره يروح مطلع قرار بالغاء المحترفين في الدوري المصري عشان خاطر كوارشي. واتحاد الكوره ساعتها لما خد القرار ده خده عشان خاطر يسمح للاعيبه المصريين الشباب ان هم يظهروا ويلعبوا في الدوري، وكان من تبعيات القرار ده ان منتخب مصر قدر ساعتها يوصل لكاس العالم 90، وبعد ما وصلنا كاس العالم 90 اتحاد الكوره رجع فتح باب المحترفين واللاعيبه الاجانب تاني. فاحنا مش عايزين ناخد ربع الكلام وناخد حته ونسيب حته. عندك معلومه يا كابتن قولها صح، ما عندكش معلومه ما تقولهاش وابقى اسال الاول. كمل لنا بقى كلامك يا كابتن ميدو وقول لنا على باقي حاجات الظلم اللي بتحصل في الكوره المصريه، والظلم في الكوره المصريه بيحصل ازاي. الحاجات اللي جايه مش الثمانينات والتسعينات، الحاجات اللي جايه بقى كابتن ميدو هيحكي الحاجات اللي هو شافها بنفسه كلاعب وكمدرب. قول يا ميدو قول. انا بلعب يعني الحكام كانت
يا ميدو هنطردك، اقول له لو راجل لو ذكر طلع الاحمر من جيبك. والله العظيم لو ذكر وطلع الاحمر من جيبك. معقول يا كابتن ميدو؟ معقول وانت بتلعب كوره في الزمالك ولعيب لنادي الزمالك كنت بتقول للحكم لو راجل طلع الاحمر من جيبك؟ لو ذكر طلع الاحمر من جيبك؟ ايه ده؟ والحكام ما كانوش بيعملوا لك حاجه واتحاد الكوره ما كانوش بيعمل لك حاجه؟ طب ما علينا يا كابتن ميدو، ما علينا منك وانت لعيب، دي اكيد كانت فتره كده وعدت في النص. احكي لنا ذكرياتك مع التحكيم المصري وانت مدرب للزمالك وانت مدرب لباقي الفرق في الدوري المصري غير الزمالك. قول يا ميدو قول. انا كنت بقول للحكام وانا بدرب الزمالك، كنت بقول لهم حاجات اخش فيها السجن. بتقول للحكام وانت مدرب للزمالك حاجات تخش فيها السجن؟ للدرجه دي بتقول لهم كلام؟ وما كنتش بتتوقف وما كنتش بتتعاقب وانت مدرب كمان يا كابتن؟ معقول يا كابتن؟ ازاي ده الزمالك هو اللي مظلوم يا كابتن؟ ازاي يا كابتن ما تقولش الكلام ده، عيب. طب وبعدين يا كابتن لما رحت تدرب باقي فرق الدوري ايه اللي حصل؟ لما رحت مسكت وادي دجله والمقصه مره بصيت لحكم كده بس وقفت 4 ماتشات. والله العظيم هو نفس الحكم قلت له يا دوبك كده بس اطلع بره. انا لسه شايف يا كابتن ميدو، يعني انت قصدك ان الحكام بتفرق بين مدربين وجهاز ولاعيبه الزمالك وبين مدربين ولاعيبه باقي الفرق التانيه؟ يا كابتن ميدو ازاي ما تقولش انت كنت بتدرب الاهلي ولا ايه يا كابتن ميدو؟ يا كابتن ميدو اللي مظلوم الزمالك واللي ظالم الاهلي، احنا عارفين الكلام ده وانت لسه قايله في اول الفيديو. طب بص بلاش يا كابتن بلاش، احكي لنا ذكرياتك وعن الظلم اللي كان بيحصل لك وانت مدرب للفرق التانيه قدام الاهلي. اكيد الحكام كانوا بيحابوا للاهلي على قفاك. احكي يا كابتن ميدو، قول يا ميدو قول. اول ماتش ليا مع المقصه بنلعب الزمالك في الكاس. ساتر. تمام. اقسم بالله فجر في التحكيم قدام الزمالك ما شفت زيه في حياتي. قلت له انا لنفسي انا زملكاوي بس بقول لك ده فجر مش ده كفر. فجر في التحكيم قدام الزمالك؟ يعني الحكم ادى الزمالك ضربه جزاء مش صحيحه، اداها له كده بالكذب عشان الزمالك يكسب؟ يا كابتن ميدو، يا كابتن ميدو قول الحقيقه بقى. يا كابتن ميدو انت بتدافع عن الاهلي ولا ايه يا كابتن ميدو؟ ما تقولش كده يا اخي بقى. محمود علاء كان عندنا راس حربه اسمه عمرو مرعي، اقسم بالله خدوا شنكل في ال6 ياردة كده من ركبته بيلعب. المهم هتجنن منه ماما اتغلبنا 1-0. يعني انت يا كابتن ميدو مع المقصه اتغلبت وخرجت بره كاس مصر بسبب ضربه جزاء ظلم الحكم حسبها للزمالك؟ يعني يا كابتن ميدو الزمالك بيستفيد من التحكيم في مصر؟ يا كابتن ميدو ايه الكلام ده؟ ما تقولش كده يا كابتن ميدو. من اكتر البلاد اللي فيها ظلم في الكوره. وعلى فكره مش لصالح يعني لصالح الاهلي اكتر طبعا. امال فين يا كابتن ميدو الاهلي اللي بيستفيد من الظلم وبيستفيد من المنظومه الفاسده ده؟ انت ما جبت سيره الاهلي في حاجه، انت كل حاجه بتقولها حصلت لك قدام الزمالك يا اما وانت لعيب في الزمالك. هو في ايه يا كابتن ميدو؟ انت معانا ولا مع الزمالك ولا مع الاهلي ولا انت كابتن ميدو اصلا؟ في حاجه كمان يا كابتن ميدو انا عايز اقولها، بعيدا عن ان حلقه البودكاست ديت نصها تيت وبيب وكلاكسات عشان تغطي على الشتايم اللي انت بتقولها. حضرتك بتقول ان انت وانت لعيب وانت مدرب كنت بتشتم الحكام وكنت بتشتم اللعيبه. امال ليه لما حسين الشحات خرج عن شعوره وقال لفظ خارج واحنا بنقول ان لفظ خارج وحسين الشحات غلطان مش هنتكلم فيه، ليه لما حسين الشحات غلط في لعيب مستفز ولعيب يستاهل الغلط انتوا طلعتوا تقطعوا فيه بالشوكه والسكينه وقلتوا حسين غلطان وحسين لازم يتوقف وحسين لازم يتشنير؟ يا اخي الراجل زيه زيك، ما تقفش ضده كده، المفروض تقف معاه، ده الراجل بيعمل زيك يعني. عموما ده كان ملخص رايي في حلقه الكابتن ميدو في بودكاست اشتري مني، وانا بصراحه اشتريت منه كتير واتكيفت من بضاعته قوي، لكن ده في الاول وفي الاخر جزء بسيط من الحكايات اللي بتتقال عن الظلم اللي الاهلي بيستفيد منه والزمالك المظلوم يا عيني اللي ما بيستفيدش والزمالك اللي يا عيني مش قادر ياخد حقه في مصر. زي ما سمعت رايي مستني اسمع رايك في الكومنتات، والاهم من ده كله ما تنساش تشير الفيديو مع صاحبك الزملكاوي واوعى تنسى اللايك والشير، واشوفك بخير.